الحنة المصرية هي واحدة من أقدم العادات والتقاليد في التاريخ، واللي اخترعها المصري القديم من آلاف السنين، ولسه مرتبطة بالمصريين لغاية النهاردة. طب إيه هي أصل الحنة وظهرت فين؟ الحنة هي نبات طبيعي بيتزرع في الصعيد والنوبة المصريين، عشان طبيعة زراعة النبات ده طبيعة حارة، ونقوشات وجدريات المعابد مش بتوضح بس إن المصريين استخدموا الحنة في الزينة، بل إن المصريين القدماء كان عندهم اعتقاد ديني بإن الحنة بتحمي من الحسد ومن الأرواح الشريرة، وكمان كانوا بيستخدموها في الأدوية والعلاجات والتجميل. فعشان كده الحنة المصرية كان ليها قدسية عند المصريين القدماء. المصريين القدماء كانوا بيعملوا خلطة حنة مية عصير ليمون علشان لون الحنة يثبت اكتر على العروسة، فكانوا بيعملوا احتفال قبل الزفاف بيوم كانت تيجي فيه العروسة وتتحنى ايدين ورجلين، وده علشان تكتسب الحظ السعيد وان هي تحمي نفسها من الارواح الشريرة ومن العين والحسد. الاحتفال بتحنية العروسة اللي موجود عند المصريين من الاف السنين لسه هو الاحتفال، وسبب الاحتفال موروثين. الرقص والغنى والهليلة اللي كانت بتتعمل للعروسة قبل الزفاف بيوم ده كان بسبب ان العروسة خلاص احنا حنناها واتحصنت. يعني على سبيل المثال احنا لو رحنا سألنا الجدات الامهات الستات الكبيرة هيقولوا فعلا الحنة بتمنع الحسد وبتحمي من العين، وهذا ما وجدنا عليه اباؤنا. فالمصريين كل احتفالاتهم فرحهم حتى كلامهم كله موروث. حتى المصريين احيانا ما بيكونوش مدركين بان العادات والتقاليد اللي هم بيعملوها دلوقتي بشكل لا ارادي هم وارثينها من اجدادهم من الاف السنين، وده لان الموروث المصري غني ومليان تفاصيل اكتر مما نتخيل. وكان معكم حراس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.